أما إحنا علينا شوية حاجات عجيبة وغريبة. رجل أعمال مصري بيستورد مصاصات من الصين وبيطرحها في السوق بسعر 15 جنيه للمصاصة الواحدة. رواد السوشيال ميديا يسكتوا؟ لا طبعاً. أول ما سمعوا الخبر ضربوا كف على كف وانهالت تعليقاتهم الساخرة. واحدة علقت وقالت زغراتي يا اللي ما انتش غرمانة، والتاني علق وقال طب ده يعني من قلة المصاصات اللي في البلد هي مصر خلاص عجزت عن تصنيع المصاصة؟ التالت بقى كتب وقال والله الكلام ده عيب، والواحد بيحاول انه يمسك لسانه بالعافية، مش عايز اشتم. هو معقول الكلام ده؟ بنستورد مصاصات صينية في ظل شح الدولار في البلد؟ طب هو صعب نعمل مصاصات هنا في مصر يعني خلاص كده؟ الرابع كتب يقول ده مجرد تداول المصاصات الصينية واستيرادها في الوقت الحالي بيؤكد إن هناك أزمة في البلد. وعلى رأي الدكتور محمد الباز، اللقطة دي بتوضح إن في ناس كتير عندنا ولا على بالها اللي بيحصل في البلد، لأن في الوقت اللي بنحتاج فيه للنقد الأجنبي لتوفير احتياجاتنا من القمح وخلافه بنلاقي واحد رايح يستورد مصاصات من الصين، وده طبعاً جزء من خيبتنا التقيلة. تعليقات كتيرة من النوعية دي، بس والله الواحد مش عارف يضحك ولا يعيط على خيبتنا التقيلة. المصاصات صيني قال حكمتك يا رب. ما تنسوش تشتركوا في قناة مصر اليوم على يوتيوب وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل الأخبار أول بأول.